السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله طريقة الفاصوليا البيضاء وكمان طريقة البامية الويكا كنت مفرزاها. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله، يا رب تعجبكم. وكمان معاهم رز بشعرية وسلطة و على شوربة لحمة عملناها. ويلا بينا نشوف عملنا الاكل ازاي. هنا حطيت عندي مية اول ما بدأت تغلي كده شوية، ضفت هنا بصل، نزلت بالبصل بتاعي وكمان فصين 3 حبهان وفتحاهم علشان ريحتهم تبقى قوية، واغطي عليهم. اول ما يبتدوا يغلوا هنزل باللحمة بتاعتي. ممكن كنت اشوحها في كذا طريقة للحمة، لكن دي اسهل طريقة اللي هي عايزين الشوربة عشان نطبخ بيها ونزود بيها الاكل بتاعنا ونعمل عليها البامية الويك. بعد ما غسلت اللحمة بتاعتي كويس وصفيتها بقى هنزل بيها هنا في المية المغلية اللي فيها بصل وحبهان. حابة تضيفي ورق لوري، ضيفي كمان اي منكهات براحتك، اي منكهات بتحبيها ممكن تضيفيها. انا اكتفيت بالبصل وبالحبهان، بصراحه طعمهم جميل قوي. وكمان بحب احط الفلفل الاسود بس مرش اضيف كتير عشان يبقى الشوربه كلها ما تبقاش حراقه بزياده. جبت الفاصوليا بتاعتي هنا وغسلتها ونقعتها شويه، وبعد كده هولع عليها على النار. جبت هنا الحله بتاعتي بقى اللي هعمل بيها فيها الصلصه او صلصه الفاصوليا. جبت معلقتين سمنه، وبعد كده نزلت هنا ببصلتين كبار، هقلبهم كده لحد ما اصفرهم واخلي لونهم ذهبي اشقر كده، يعني مش محروق ولا غامق ولا حاجه. وهنا بشيل الريمه اللي كانت في اللحمه، شلت كل الريمه اللي اتكونت على سطح اللحمه عشان تخلي طعم الشوربه حلو وجميل. وولعت كمان على الفاصوليا دي أنا ممكن كمان تنقعها من بالليل، بس انا بصراحه نسيت انقعها. تمام كده هزودها ميه واخليها تستوي، واللحمه زودتها شويه ميه. وهنا لما اللحمه دخلت في السوا بسيط كده حطيت لها الملح بتاعها. تمام. وهنا البصله لسه بقلب فيها، والبصله بتاعتي هخليها شقره، مش هخليها تسود او تبقى بني، لا هخليها حمرا بس فاتحه شويه، هيبقى طعم الاكل مسكر ومش ممرر، ويبقى خفيف في نفس الوقت، يعني ميبقاش تقيل. ايدك في البصل على طول عشان كله يبقى زي بعضه كده. وبعد كده تكوني محضره عصير الطماطم بتاعي، انزل بيه. هنا البصله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بقت شقره اهي ما شاء الله. هنزل بقى بعصير الطماطم واقلبها كويس واغطي عليها واخليها تتسبك. دول لما انزل بالفاصوليا، اول ما تتسبك كده واشوفها اتسبكت واتظبطت ابقى هنزل بالفاصوليا بتاعتي، اغطي عليها واخليها تتسبك براحتها. كده الفاصوليا خلاص بتاعتي دخلت في السوا، حطيت لها شويه ملح واصفيها واخليها لحد ما اخلص الصلصه بتاعه الطماطم. صفيتها هنا وسبتها تهدى كده من الميه بتاعتها تصفى لحد ما اجهز بقيه الاكل. حطيت هنا، خدت شويه شوربه هنا وحطيت مرق دجاج، ونزلت بنص معلقه ثوم مهروس، ونزلت بالباميه بتاعتي اللي هي انا كنت مفرزاها. وكمان حطيت ربع معلقه سكر، دي تكه حلوه كده للباميه وللملوخيه، بتخليها حاجه رهيبه. جربي كده تحطي ربع معلقه سكر في الشوربه بتاعه الباميه والملوخيه مع فص الثوم اللي بتحطيه، بتبقى رهيبه جدا بصراحه. وسبتها هنا لحد ما الباميه تفك وتغلي. وهنا الصلصه بزودها شوربه، وبعد كده بنزل بالفاصوليا بتاعتي خالص اهي. هقلب الفاصوليا بتاعتي كده. طبعا الفاصوليا مستويه والصلصه متسبكه، فهسيبها تاخد غلوه واحده وبعد كده هزودها شوربه واقوم اطفي عليها. مش هتاخد سوا كتير على النار لان هما الاتنين مستويين، الفاصوليا مستويه والصلصه متسبكه. انا مش مكتره الصلصه يا جماعه عشان تبقى خفيفه، لما عاوزه ازود هزود شوربه عشان تبقى اخف، فاهمني؟ ما بحبش يعني الصلصه تبقى كتيره قوي وتبقى تقيله، لا تبقى حاجه بسيطه كده خفيفه احسن، خصوصا ان احنا في فصل الصيف والحر يعني. شويه فلفل اسود، شويه بهارات،
وهقلبهم. وبعد كده قبل ما اطفي عليها هضيف حاجه واحده اللي هي ايه، فص ثوم بقرن فلفل. طلعت اللحمه بتاعتي بعد ما استلقت وحطيت عليها الصلصه، رشيت عليها شويه ملح وفلفل اسود، وهوديها على الفرن على طول عشان ايه تحمر. دي طريقه لتحمير اللحمه، اسهل طريقه عندنا. بنطلع اللحمه ونحط لها صلصه او تقليه من التقليه اللي احنا عاملينها، ونرش عليها ملح وكمون وفلفل اسود، وندخلها تحت الشوايه تتحمر وبتبقى جميله وخفيفه. ده نوع من انواع اللحمه اللي احنا بنحمرها هنا عندنا في الصعيد. تمام كده. بعد الفاصوليا ما استوت خلاص واتسبكت معايا كل الصلصه، بضيف فصين توم مدقوقين ومعاهم قرنين فلفل، يا ريت يكون حراق بقى بيخلي طعم الفاصوليا كده جميل جدا. وبطفي عليها النار وبنزلها. بعمل هنا التومه بتاعتي ايه، الطشه بتاعت الباميه الويكا، ما مش بخليها تحمر قوي زي بتاعت الملوخيه، لا بخليها فاتحه سنه عشان ما تحمرش او ما تخليش الويكه بتاعتي شكلها ايه، مسود شويه. عايزاها تبقى تفضل فاتحه كده ولونها فاتح. طبعا دي كانت متفرزه، فشيء طبيعي مش هتكون خضرا قوي زي الايه، زي الجاهزه. تمام. بخلي التومه بتاعتها كده مصفر ذهبي، وبقيه طشها بيها، مش بخليها حمرا بزياده زي بتاعه الملوخيه. بس كده معلقه سمنه وبقلب فيها التومه وبحمرها، وبعد كده ايه هطشها بيها ان شاء الله، وهوريكم معانا هنعمل ايه بقيه الاكل. احمرت التومه ونطشها كده بالويكه ونقلبها وناخد شويه كده نفضي بقيه اللي في الطاسه، وبعد كده زي نفس الموضوع مع الملوخيه بالظبط يعني، ونغطي عليها وايه ونركنها ونشوف هنعمل ايه. هنعمل الرز، نحمر الشعريه، طبعا كلكم ما شاء الله شطار. نحمر الشعريه، وبعد ما نحمر الشعريه بنحط الرز برضو وكالعاده بنفلفله، نقلبه نشوحه يعني مع الشعريه والسمنه، وبعد كده بننزل بالشوربه بتاعتنا. وممكن نضيف شويه شوربه وشويه ميه، وممكن نعمله بميه لو عيالنا مش بيحبوا طعم الشوربه زي كل الولاد اللي طالعين اليومين دول يعني، فمش مشكله خالص بنعمله باي حاجه. بعد ما نفلفله تقلبتين كده بننزل بالشوربه زي ما قلت لكم او الميه والملح بتاعه، واول ما يشرب الميه بنغطي عليه علشان يستوي. بس كده احمر وضفت الشوربه بتاعتي، وبعد كده ايه هغطي عليه بقى واسيبه يتشرب. بعد ما يتشرب خالص كده هغطي عليه واسيبه لحد لما ايه يستوي. تمام كده. تمام. اللحمه بتاعتنا احمرت اهي تحت الشوايه، بقت تمام جميله خالص اهي ما شاء الله. تمام. نغرب بقى الاكل مع بعض. يا رب الاكل تعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. والسلام عليكم والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.